فيروس يدمر مئات الهكتارات من الطماطم بدكالة، وفلاحون يشتكون التجاهل. وهذه هي التفاصيل. ولكن قبل ذلك لا تنسوا التفعيل بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. تسبب فيروس غريب وصفه الفلاحون بالخطير في إتلاف أزيد من 500 هكتار من محصول الطماطم بأكبر مزارع دكالة في إقليم الجديدة. وكشف فلاحون أنهم تكبدوا خسائر تقدر بالملايين نتيجة هذا الفيروس الذي يدعى بالميلديو، مشيرين أن المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية أخذ عينات من الطماطم للتحليل منذ شهر مارس المنصرم. هذا الفيروس، كما صرح الفلاحون بأنه يبدأ بتدمير حبوب الطماطم ثم جذورها، مشيرين إلى أنه رغم الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها هذا الفيروس لم تلفت أي جهة لتقديم الدعم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المحصول بحسب تعبيرهم. وقال عبد الرزاق الزروالي فلاح بذكالة إن الفيروس الذي أفسد المحاصيل الزراعية لهذا الموسم يسمى الميلديو، مضيفا أن الأدوية التي كانت تستعمل ضده منعت من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية.